لاعبين مغاربه، نعم نادي سلا استعان بثلاث لاعبين من الانديه الثانيه ليشكل طبعا نواه المنتخب المغربي للصعود للاستحقاقات المقبله. جون بول عم بيبدا، مصطفى الخلفي بدفاع من رودريغال الى الصين، جوليان عزوح، ديسموند مع تيرل ستوغلن. هي تشكيله الحكمه، هنا طبعا تشكيله سلا المغربي. عبد الرحيم نجاح اللي بينجح باول 2 بوينتس مع زويتا، مع مصطفى الخلفي، مع ياسين. ركز، ديسموند موجود على ديفنسيف ريباوند، انسرقت الكره، زكريا 2 بوينتس. طبعا تيرل ستوغلن الى جوليان على الثري، بدأ الوحش. شاهد الرتم سريع، الكرة فيها ثري، والحق ضاعت. جوليان اوفنسيف ريباوند لجو. شو هالباسكت، شوفوا الموف اب اند ان بكل قوه بيسلط. وين عند ياسين؟ يلا حكمه ويلا صلاة، وياسين بيعطي تقدم. لا ياسين طبعا عم نشاهدوا اللاعب رقم 5 بينجح طبعا ب8 او خارج ارض الملعب. وهاي كوكاجيان بالنسبه للحكمه عم بيدخل، ورودريغال عم بيعمل شو تايم. دانيال فارس مسافه الفري ثرو لاين، هايك الاكسترا باس يا هاي كوكاجيان. هايك راح في عند رودريغال 3. رودريغ بيك شات 30 او 31 27. زويتا عم بيكون حاضر على الفري ثرو لاين. زويتا برصيده 6 بوينتس، 6 نقاط لزويتا، واحد من احسن لاعبين جارد الوطن العربي. 7 بوينتس لزويتا. عبد الحكيم زويتا، برافو للجمهور المغربي ايضا اللي بنحييه. كان معنا ايضا عمده مدينه سلا، استضفناه قبل ذلك. الفارق من 18 ل5، الخمسه صاروا نقطتين، لا بدهم تايم اوت. الحكمه صدقوني تايم اوت لازم بهالاوقات، خلاص تايم اوت. وين 57 55، الفارق سله وسلا بيجوا من بعيد، جايين من مدينه سلا الى العاصمه الحبيبه، اكيد ابو ظبي، لكن هون بيرجعوا من مكان كثير بعيد. والفرق 18 نقطه، 51 33، لا 57 55، اكيد 22 نقطه مقابل 6 نقاط للحكمه، 6 نقاط. دانيال فارس بيسجل بعد التايم اوت. يلا الفرق الاربعه 59 55. ماهر عم بيقول لي كره روديك باسكت. الربع الاول انتهى 25 23 لسلا. الحكمه رجع سجل 28 نقطه ليوصل نقطه 51. قيمه طبعا سلا اكيد بالكوارتر الثاني سجل 8 نقاط، كانت النتيجه طبعا 28 8 عفوا 28 8 الكوارتر الثاني. الحكمه بهالكوارتر سجل 13 نقطه، قيمه طبعا سلا 24 نقطه.
24 نقطة، وفريق بيقلص الفارق من 7 لقد ايه؟ من 7 لقد ايه؟ صارت 4 لأنه ياسين شويت، لأنه ياسين شويت روعة 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 ياسين، برافو ياسين، بكل مرة عم ينجح كم باك مش معقولة. 64-60 مباراة كلاس اي كلاس اي. على 3 روبرت شو عم تعمل؟ كرة معقولة من هاف كورت، معقولة من هالمكان، معقولة من هالمكان على 3 بوينت. سوبر ستار اكيد. تيرل ستودمان عم بينجح على 3 بوينتس وخلص على الجيم. مكان كثير بعيد. 33 نقطة لا 32، لكن شو هالشغل. الحكمة جماهير في كل مكان، هناك في الأشرفية، هناك بقرعة الانتصارات في غزير، وستودمان عم بيعمل من الشو تايم. ستوغلن بكل مكان. 35 نقطة بينضم لي بهالأوقات أكيد السيد نديم حكيم رئيس نادي الحكمة الرياضي. بنقول لك ألف مبروك على هذه البطولة، لقب جديد بينضاف لخزائن نادي الحكمة. شو بتقول بهالانتصار مع هالجمهور الرائع الموجود أيضا على أرض الملعب؟ أكيد فرحة لا توصف، يعني من بعد ما صرنا نحن 8 سنوات بهالنادي مش اخذين البطولة، من بعد الكويت هلا ابو ظبي، يعني الحمد لله. وانا بدي اشكر كثير الجمهور اللبناني يلي بالامارات، وخاصة المجلس العمل اللبناني يلي سمح لكل هالجمهور يكون موجود، يعني الحمد لله. وانا بدي اشكركم واقول لك الله يعطيك العافية. الله يعافيك. جمهور كبير اليوم زحف خلفكم، الجمهور كان عند الحدث بالفعل. الحمد لله. محبي نادي الحكمة شو بتوعدهم في الموسم بالدوري اللبناني؟ نحن دائما ما بنوعد ولا شيء، نحن بنفعل. ان شاء الله يضلوا معنا ويشوفوا شو رح نفعل. راح اترك مع احتفالات فريقك، بقول لك الف مبروك على هذه البطولة. اذا مشاهدينا الكرام، نادي الحكمة